اهلا بيكم. انا دكتور طارق عبد الحميد، استاذ التركيبات الثابته بكليه طب الاسنان جامعه قناه السويس. عايز اتكلم عن كلمه او كتير من العيانين اول ما بيسمعها بيبدا يتوتر، الا وهي الجراحه في طب الاسنان. اول ما العيان بيسمع كلمه جراحه او ان انا هعمل جراحه بيترعب اكتر ما هو مرعوب اصلا. هل الوضع يحتاج كل الرعب ده او كل الخوف ده؟ بالعكس لا. طب ليه لا؟ ليه لا؟ لان طب الاسنان اتطور بشكل كبير خالص، سواء من التخدير السطحي للثه او من خلال الحقن البنج او اجهزه حقن البنج اللي بقى عندها قدره حقن عاليه بدون الم. والتخدير القوي او التخدير الفعال بالشكل ده بيبدا يساعدنا على عمل اي خطوه جراحيه بصوره فعاله وباداء ممتاز وبدون اي الم نهائي. زي مثلا الابتسامه اللثويه. كتير من المرضى بيجي العيادات وبيعاني من ابتسامه لثويه. النهارده من خلال تكنولوجيا الليزر او الجراحه الليزريه بيتم استئصال الجزء الزايد من اللثه باجهزه الليزر، وده بيساعدني ان انا اشيل الجزء الزايد من اللثه بدون ما احتاج لخياطه وبدون نسف واقل الم ممكن. العين ما بيحسش باي الم نهائي لا وقت الجراحه ولا بعدها. ايه تاني من الخطوات الجراحيه اللي بنحتاجها في طب الاسنان؟ خلع ضرس العقل. خلع ضرس العقل عباره عن اسطوره كبيره عند كتير من المرضى، بيشكل قصه رعب كبيره. الموضوع ما عادش بالرعب ده، لان النهارده عشان نبدا نخلع ضرس العقل بنبدا الاول تشخيص سليم. بحتاج ايه في التشخيص السليم؟ بحتاج ان انا اصور للمريض اشعه ثلاثيه الابعاد CBCT، والاشعه ثلاثيه الابعاد دي بتحدد لي مكان الضرس بدقه شديده جوه الفك، وده اللي بيخليني اقدر اعمل الجراحه باقل مجهود ممكن واصغر فتحه ممكنه نقدر نستأصل بيها او نخلع بيها ضرس العقل. الاشعه المقطعيه تفيدني في ايه تاني قبل جراحه ضرس العقل؟ الاشعه المقطعيه تفيدني بشكل مهم جدا اما يكون ضرس العقل ملاصق او قريب من القناه العصبيه اللي بتغذي الفك. عندنا في الفك السفلي بيبقى في قناه عصبيه بتمر في جانب الفك بتعدي تحت الفك بالكامل، وللاسف الشديد احيانا ضرس العقل بيبقى قريب وفي احيان كتير ملامس ليها، وده بيتطلب حرص شديد في الجراحه، لان لو احنا بنشيل الضرس العقل وحصل قطع او ضغط على العصب اللي بيغذي الفك بيبدا يحصل للعيان تنميل بيعاني منه لفتره كبيره، بيأثر على الشفه وجزء من الدم. من ضمن مميزات الأشعة المقطعية أو الأشعة ثلاثية الأبعاد في طب الأسنان استخدامها في الزراعة. بتساعدني بشكل كبير جدا إن أنا أبدأ أعرف سمك وكثافة العظم اللي موجود، اتجاه العظم، حجم التآكل اللي حصل في العظم. ده كله بيساعدني إن أنا أقدر أحط الزرعة بأمان تام في مكانها المظبوط. وعشان كده زي ما قلت من خلال كل التقنيات الحديثة اللي موجودة عندنا، الجراحة في طب الأسنان ما عادتش مخيفة ولا مؤلمة.